بيبدأ الفيلم في نيويورك ببنت جميلة اسمها إيفي، وبتكون إيفي يتيمة وفقيرة، وبتكون لسه والدتها متوفية قريب بسبب مرض السرطان. ومن ساعتها إيفي بتعيش أيام صعبة وبقت عايشة لوحدها، وكمان حالتها المادية بدأت تسوء بشكل كبير، وعلشان كده هي اضطرت تشتغل جرسونة في فندق علشان تقدر تصرف على نفسها. ورغم إن هي فنانة تشكيلية مميزة، لكن دي مجرد هواية ومش هتجيب لها فلوس كتير. لكن المشكلة الحقيقية اللي في حياتها هي الوحدة، لأن من وقت وفاة أمها وهي عايشة لوحدها وما بيكونش عندها قرايب او صحاب. وبالصدفه وهي قاعده بالليل لوحدها بتلاقي اعلان لشركه على الانترنت، والاعلان ده بيكون عباره عن ان شخص يعمل تحليل للحمض النووي بتاعه ويبعته بعد كده للشركه، والشركه هتقدر تكتشف النسل بتاع الشخص ده واصول عيلته بالكامل وكل قرايبه في كل مكان في العالم. ومش بس كده، ده كمان الشركه هتوصلها بقرايبها وتخليهم يتعرفوا على بعض كمان. فبتستغرب إيفي وبتشوف إن الفكرة مجنونة، لأن هي عارفة ومتأكدة إن ملهاش أي قرايب، ولكن بتقول في نفسها إن هي مش هتخسر حاجة وبتقرر تجرب حظها. وبالفعل بيجي تاني يوم وبتروح إيفي تعمل التحليل وبتبعته للشركة في البريد، وبعد أسبوع الشركة بتبعت لها نتائج التحليل. وهنا بتكون المفاجأة بالنسبة لإيفي، وبيطلع عندها قرايب في إنجلترا من ناحية أبوها. وكمان الشركة ادت رقمها لابن عمها واللي هو عايش حاليا في انجلترا، وبيكون اسمه اوليفر. واوليفر ده بيكون شخص ابيض ووسيم، وبيكون باعت رسالة لايفي ان هو عاوز يقابلها ضروري ويتعرف عليها. في الاول ايفي بتكون شاكة ان اوليفر ده يبقى قريبها فعلا، لان هي بشرتها سمرة شوية واوليفر بشرته بيضة، وصعب ان هما يكونوا قرايب. لكن في النهاية بتقرر تروح تقابله، وبيجي تاني يوم وبتروح ايفي تقابل اوليفر، وبيقعدوا الاتنين مع بعض وبيفضلوا يتكلموا مع بعض. وبيحكي لها اوليفر عن شجرة العيلة بالتفصيل، وبيعرفها ان جدته عملت علاقة غير شرعية زمان مع واحد من الخدم اللي كان بشرته سمرة، وخلفت طفل في السر من العلاقة دي. ولما الأسرة عرفت بالفضيحة دي خد ابنه وهرب بيه على نيويورك. وهنا بتفهم إيفي سبب اختلاف بشرتهم عن بعض، وبيقول لها أوليفر إن الأسرة كلها عايزين يتعرفوا عليها بفارغ الصبر، وبيقول لها إن ابن عمهم هيتجوز خلال كام يوم، وبيعرض عليها تيجي الفرح وبالمرة تقابل الأسرة وتتعرف عليهم. لكن هي بترفض الفكرة علشان ما بيكونش معاها فلوس تروح لإنجلترا. ولما بتقول لأوليفر الكلام ده بيقول لها ما تشيلش هم، وإن هو هيحجز لها تذكرة الطيران على حسابه وهيتكفل بكل مصاريفها لحد ما توصل لهناك. فبتوافق إيفي بكل حماس، وبالفعل بيعدي كام يوم وبنشوف إيفي وهي مسافرة لإنجلترا، وأوليفر بيستقبلها في المطار وبيرحب بيها، وبعدها بياخدها على القصر اللي هو أسرته عايشين فيه. وبيكون قصر ملكي وفخم جدا لدرجة إن إيفي بتندهش لما بتشوفه وما بتكونش مصدقة إن دي عيلتها. وبتنزل إيفي تتفرج على القصر وبتلاقي طقم خدم كبير جدا موجود في القصر، وأثناء ما هي بتتفرج في القصر ومش واخدة بالها بتخبط في الخدم وبتوقع كوبايات من ايديهم. فبيجي كبير الخدم واللي بيكون اسمه فيلد وبيهزق كل الخدم، وكمان بيزعق لإيفي وبيهزقها على اللي هي عملته، وبيكون فاكر ان هي واحدة منهم. لكن في اللحظة دي بيتدخل صاحب القصر واللي بيكون ابن عم إيفي وبيكون اسمه والتر، وبيوقف اللي بيحصل ده وبيوضح لفيلد ان إيفي تبقى قريبتهم وان هي مش خدامة في القصر، وبيخليه يعتذر لها. وبتقبل إيفي اعتذاره وبتتعرف على والتر وبتديله فخار هي اللي صنعته بنفسها كهدية ليه. فبيعجب والتر بالهدية وبيقول لها ان هي موهوبة جدا، وبيسيبها تطلع ترتاح شوية من السفر وبيودعها وبيمشي. وبعدها فيلد بياخد إيفي لفة في القصر وبيوريها كل مكان في القصر ما عدا المكتبة، وبيقول لها ان ممنوع حد يدخل المكتبة دي تحت اي ظرف علشان فيها صيانة. وبعدها بياخدها علشان تقابل الخادمة الخاصة بيها واللي بتكون ست كبيرة في السن واسمها سوفت، ومن اقدم الخدم اللي موجودين في القصر. وبتاخدها سوفت على اوضتها واللي بتنبهر إيفي اول ما بتشوفها، لان اوضتها بتكون زي الجناح الملكي. وبتلاحظ إيفي ان شبابيك الاوضه عليها قضبان بره وبتمنع اي شيء من الدخول والخروج. وبتسأل سوفت على الموضوع ده، فبتقول لها سوفت ان كان في طيور بتاكل اللحوم بتدخل من الشباك، فاضطروا انهم يقفلوها بالقضبان. وفي النهايه بتقول لها سوفت لو احتاجت اي حاجه تضرب الجرس وهي هتجيلها فورا، وبتستأذنها وبتمشي. وبيجي الليل وبيجي والتر لإيفي وبيعتذر لها مره تانية على اللي فيلد كبير الخدم عمله، وبيقول لها ان هو هيسيبها ترتاح النهارده لكن عايز يقعد معاها بكره ويتعرف عليها بشكل افضل. فبتوافق وهي مبسوطه، وبيكون واضح ان هما الاتنين معجبين ببعض. وبعدها بتروح إيفي في النوم، لكن من اول ليله بتشوف كابوس لواحده ست بتنتحر، فبتقوم من النوم وهي مفزوعه. وكمان بتلاقي خيال قاعد على الكرسي جنبها، فبتفتح النور بسرعه ولكن ما بتلاقيش اي حاجه. فبتقرر إيفي تنزل تتمشى شويه في القصر وما تشغلش دماغها قوي بالكوابيس والخيالات. واثناء ما هي بتتمشى في القصر بتشوف فيلد من بعيد وبيكون بيوزع على الخدم مهمات القصر،
وبتشوفه هو بيبعت واحدة من الخدم علشان تنظف المكتبة. وأول ما الخدامة بتدخل المكتبة بيدخل فيلد يردد كلام غريب ومش مفهوم، وفجأة وهي بتراقبه بتظهر سوفت قدامها وبتقول لها ترجع أوضتها وما تخرجش منها، وبالفعل بتتحرك إيفي وبتمشي. أما الخدامة اللي دخلت المكتبة فكانت خايفة ومرعوبة لسبب مجهول، وخوفها ده بيكون في محله لأن ما بيعديش شوية وقت كتير وبيهجم عليها شخص غامض وبيخلص عليها. وبيجي تاني يوم وبتتفاجئ إيفي بأن كل الأسرة متجمعة علشان يتعرفوا عليها ويرحبوا بيها، فبتتعرف إيفي عليهم كلهم وهي مبسوطة لأن هي بقى عندها عيلة وأسرة كبيرة وما بقتش وحيدة زي زمان. وفي نفس الوقت ده بيبعت فيلد 2 من الخادمات لمخزن القصر علشان يجيبوا مشروبات من هناك، وأول ما بيدخلوا للمخزن بيقفل عليهم الباب وبيحبسهم جوه، وبيهجم عليهم نفس الكائن اللي هجم على الخدامة وقتلها قبلها بيوم، وبيقتلهم الكائن ده الاتنين. ولما بيجي الليل وبترجع ايفي لأوضتها بتلاقي والتر سايب لها فستان هدية علشان تحضر بيه حفلة هتتعمل النهاردة في القصر. وبالفعل بتجهز ايفي نفسها وبتلبس الفستان وبتنزل للحفلة، وهناك بتقابل صديقات العروسة المقربين واللي هم لوسي وفيكتوريا، وبتتعرف ايفي عليهم وبتكون لوسي لطيفة ومتواضعة، وعلى العكس بتكون فيكتوريا اللي بتكون متكبرة وبتعامل ايفي بطريقة وقحة جدا، لحد ما بيقطع كلامهم والتر وبيكون جاي ياخد ايفي علشان يرقص معاها. وطبعا ايفي بتوافق وبيبدأوا يرقصوا مع بعض، وبعد ما بيخلصوا بيروحوا يقعدوا لوحدهم وبيتعرفوا على بعض اكتر وبيقضوا وقت لطيف سوا. وبيجي الليل وبترجع ايفي تشوف خيالات مرعبة تاني لكن بشكل مرعب اكتر واكتر، لدرجة ان هي بتفضل تصرخ لحد ما والتر بيجي وبيفضل جنبها وبيهديها لحد ما بتروح في النوم. وبيجي تاني يوم ولوسي وفيكتوريا بيجوا يصحوا ايفي من النوم وبياخدوها تقعد معاهم، لكن طول القعدة بتفضل فيكتوريا تقلل من ايفي وبتتريق عليها لغاية ما ايفي بتتضايق وبتسيبهم وبتمشي. واثناء ما هي ماشية بتشوف المكتبة قدامها فبتقرر تدخل تستكشفها، ولما بتدخل بتلاقي والتر عامل لها ملف كامل باسمها وبيبقى فيه كل بياناتها ومعلومات عنها بأدق التفاصيل. فبتروح ايفي تواجه والتر بالملف ده، فبيفهمها ان هو دايما بيدور ورا اي بنت هو معجب بيها علشان يتأكد ان هي مش جاية تضحك عليه وتمثل ان هي بتحبه علشان هو غني جدا. فهي بتقتنع بوجهة نظره وبتسامحه على اللي حصل وكل حاجة بترجع لطبيعتها. وبيجي الليل وبتجهز ايفي وبتنزل تتعشى مع العيلة كلها واللي بيكونوا متقسمين ل3 أسر صغيرين. وبتكون ايفي فاكرة ان هي هتقابل العريس والعروسة اللي هي جاية تحضر فرحهم، لكن بتتفاجئ ان والتر بيعلن للموجودين بجوازه منها، وبيطلب والتر من فيلد ان هو يجيب له المشروب بتاعه احتفالا بالمناسبة دي. فبيروح فيلد قاتل واحدة من الخدم وبيصب دمها في كاس وبيديله والتر عشان يشرب منه. وطبعا ايفي بتشوف اللي بيحصل ده وهي مصدومة ومرعوبة ومش مصدقة عينيها. وهنا بيعلن والتر ان هو مصاص دماء وان هو لازم يتجوز واحدة من كل أسرة من ال3 أسر اللي قاعدين، وده علشان يفضلوا عايشين مع بعض في سلام. وبيكون والتر متجوز لوسي وفيكتوريا، لكن الأسرة الثالثة ما كانش فيها اي بنات يتجوزها لحد ما ظهرت ايفي اللي هتبقى مراته الثالثة وهتنضم لهم عشان يعيشوا في سعادة ورخاء. فبتنصدم ايفي من كل اللي بتسمعه وبتكون عايزة تمشي من المكان، لكن والتر بيوقفها وبيقول لها ان هي لازم تبطل اللي بتعمله ده علشان كده بتحرجه قدام الضيوف، وبيقول لها تتقبل الوضع لان مفيش حاجة تاني تقدر تعملها. وبيأمر لوسي وفيكتوريا ان هما يجهزوا ايفي للفرح، وبالفعل لوسي وفيكتوريا بياخدوا ايفي وبيبدأوا يجهزوها. وبتكون لوسي بتحاول تهديها وبتقول لها ان هما كانوا في نفس مكانها في يوم من الايام وعارفين ان اللي بيحصل ده صعب عليها، وبينصحوها برضه تبطل تقاوم وتحاول تتأقلم وما تعملش مشاكل وساعتها كل حاجة هتعدي. وبعد ما بيجهزوها خالص بيدخلوها جوه التابوت وبيحبسوها فيه، وبتفضل ايفي محبوسة في التابوت طول الليل وهي منهارة من العياط لحد ما بتتفاجئ ان الخادمة السوفت بتفتح لها التابوت وبتقول لها تهرب بسرعة، ومش تهرب بس من القصر ولكن من البلد كلها. فبتشكرها ايفي وبتبدأ تهرب، واثناء ما هي بتشوف طريق للهروب بتنزل لمخزن القصر وبتحاول تدور على اي مخرج، لكن بتتفاجئ ان المخزن ده عبارة عن مقبرة علشان يدفنوا فيها الجثث. ولكن المفاجأة الأكبر إن وهي بتدور على مخرج من المخزن بتلاقي فيلد داخل للمخزن وبيكون معاه جثة سوف بعد ما عرفوا إن هي ساعدت إيفي على الهروب. فبتستخبى إيفي بسرعة قبل ما يشوفها وبتكون مرعوبة ومنهارة وبتحاول تتملك نفسها، لكن بيقدر فيلد يسمع صوت عياطها وبيتأكد إن هي موجودة في المخزن وبيبدأ يدور عليها. فبتطلع تجري من المخزن وبتقفل الباب من بره وبتحبس فيلد جوه وبتهرب من القصر كله، وبتفضل تجري لحد ما بتوصل لقرية قريبة. فبتدخل محل فيه 2 عواجيز
وبتحكي لهم على كل حاجة وبتطلب منهم المساعدة، فبيطلبوا منها ان هي ترتاح عندهم، وهم هيكلموا الشرطة بنفسهم وهيساعدوها، وبيحضروا لها مشروب يساعدها على الراحة والهدوء. واثناء ما هي بتشرب المشروب بتلاقي صورة للاتنين العواجيز دول مع فيلد، وهم خدم في القصر زمان، فبتفهم ان هم تبع والتر واسرته، وبتحاول تضربهم وتهرب لكن هم بيضربوها وبيفقدوها الوعي. ولما بتفوق ايفي وبتستعيد وعيها بتلاقي نفسها في القصر تاني، وبيكون والتر موجود جنبها. وهنا بيبدأ والتر يقول لها تفكر في عرض الجواز برغبتها، لان هي لو اتجوزته هيبقى عندها ثروة خيالية وقوة غير محدودة، وكمان هتقدر تعيش للأبد. فبتفقد ايفي اعصابها وبتقلل منه، لكن هو بيفهمها ان هي كده كده هتتجوزه غصب عنها، لكن لو كانت وافقت بمزاجها كان الوضع هيبقى احسن ليها بكتير. وبيسيبها بعد كده وبيمشي، وبتفقد هي وعيها مرة تانية. ولما بتفوق بتلاقي والتر مجهزها وبيبدأوا مراسم الجواز. وفي نهاية المراسم بتكون ايفي لازم تعض والتر وتشرب من دمه علشان تتحول لمصاص الدماء وتاخد جزء كبير من قوته. وبالفعل بتعضه ايفي وبتشرب دمه وبتتحول لنص مصاص الدماء ونص بشرية. وقبل ما والتر يعضها ويشرب من دمها وكمان هي بتطلب منه تدوق طعم دماء البشر، وبالتحديد دم اخر خدامة بشرية عايشة من الخادمات اللي كانوا في القصر. فبيوافق والتر وبتقرب ايفي من الخادمة، لكن بدل ما تشرب من دمها بتخدع كل الموجودين وبتولع في المكان كله. ولما بيقرب والتر منها علشان يمنعها بتطعنه بسكينة في قلبه، وعلشان كده بيبدأ والتر يكبر في السن وبيتحول لراجل عجوز بسرعة رهيبة وبيكون عمال يتألم. وأول ما أوليفر بيشوف المنظر ده بيترعب وبيهرب فورا، وإيفي بتروح تحرر الخدامة وبتاخدها علشان يهربوا، لكن فيكتوريا بتطاردهم وبتضرب إيفي وبتحاول تقتلها علشان اللي هي عملته في جوزها. لكن في آخر لحظة بتتدخل لوسي وبتمنع فيكتوريا من قتل إيفي، وبتشتبك لوسي مع فيكتوريا. وبعد قتال طويل في رمح بيدخل فيهم هما الاتنين وهما الاتنين بيموتوا. وفي اللحظة دي بيتدخل فيلد وبيحاول يخلص على إيفي، لكن بتقدر إيفي هي اللي تقتله. وقبل ما تهرب إيفي بتتفاجئ بوالتر وهو عجوز وبيكون برضه جاي عشان يقتلها، وبيقول لها إن هو عرض عليها القوة والفلوس وكمان الحياة الأبدية، ومفيش حد عاقل يرفض الحاجات دي. فبتقول له إن هي مجنونة ومش عايزة أي حاجة من دول، وبتزقه في النار وبتخلص عليه وبتخلص العالم كله من شره. ومع موته بترجع هي لحياتها الطبيعية وبتخرج من القصر وعينيها كلها فرح وفخر بعد ما قدرت تنتصر على كل ده. وبعد مرور اسبوعين بنكتشف ان والتر لسه عايش وكمان متخفي في مدينة تانية، لكن المفاجأة الحقيقية ان ايفي بتكون بتراقبه وماشية وراه علشان تنتقم منه، والمرة دي هتقتله. وبيخلص